الانسان اللي كيكون مضغوط بشي حاجه كيف ما كانت وكيخليها لداخل نهار من مور نهار، ضروري كيجي واحد النهار وكيتفرقع. يا اما كيجيبها في راسو كياخد حياته مثلا، او لا كيجيبها في الناس اللي دايرين به. في القصه ديال اليوم وبسبب الضغط طرات شي حاجه اللي الصراحه كتصدم والعقل ما كيتقبلهاش. السلام عليكم، سميتي سكينه ومرحبا بكم في قناه سوكي ستوريز. الناس جداد اللي اول مره كيجيو لهاد القناه، الا كنتم من عشاق القصص الواقعيه فهاد القناه دارت ليكم. على طول شهر رمضان كنحط يوميا قصه طويله. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعه الحال ما تنساوليش ديال الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. بزاف ديال الناس في العالم وخصوصا في الدول الفقيرة كيهاجروا لدول متقدمة باش يقلبوا على حياة حسن وباش يضمنوا مستقبلهم. هادشي النيت اللي داروا واحد الكوبل، الراجل سميتو هان بان والمرأة سميتها بيك بان. في 1979 هاجروا من فيتنام لكندا باش يحسنوا حياتهم، وفعلا واخا دازت عليهم شوية في الاول ولكن من بعد تأقلموا وحتى هما داروا بلاصتهم تما. من بعد كانوا ولدوا جوج وليدات، ولدوا بنيته في 1986 وسموها جينيفر، وما داش بزاف ولدوا عاوتاني ولد وسموه فيليكس. هان وبيك واللي هما الاب والام كانوا خدامين بجوج في واحد المصنع ديال الطوموبيلات. كانت خدمتهم صعيبه حيت كيخدموا بيديهم، يعني ماشي خدامين في مكتب وشادين ستيلو اولا البيسي، كانوا كيضربوا تماره. ولكن ما كانوش كيتسوقوا لداك تماره حيت كان عندهم هدف واحد واللي هو يوفروا لولادهم اي حاجه يحتاجوها وما ينقصهم حتى شي خير، واهم حاجه يقريوهم باش في المستقبل يكونوا حسن من والديهم، يخدموا خدمات حسن ويكونوا عندهم فلوس اكثر. وفي الاخر المجهودات ديالهم ما مشاوش غير هكاك، ولادهم كبروا وكل واحد فيهم دار شي حاجه زوينه في حياته. نبداو بفيليكس. فيليكس كبر كيقرا مزيان وتخرج من جامعه كبيره ومرموقه، واختار التخصص ديال الهندسه ديال السيارات. يعني ما غاديش يكون بحال باه كيخدم في مصنع ديال السيارات، وانما غيكون المهندس ديالهم. وبالنسبه لجينيفر حتى هي كانت بحال خوها وكثر عاد، كانوا عندها بزاف ديال المهارات والهوايات. كانت متفوقه في التزلج على الجليد وكانت كتعرف البيانو بمهاره كبيره، وخدات شحال من جائزه على هذا الشيء. وعاد من الفوق كانت كتقرا مزيان، ديما النقط اللي كتجيب طالعين وديما كتجي من الاوائل. يعني هاد البنت عرفات كيفاش توافق ما بين القرايه والتزلج والبيانو، وكانت موهوبه فيهم كاملين. باها في الاول كان باغيها تولي طبيبه، ولكن جينيفر ما كانتش كتقدر تشوف الدم اولا تشوف هكا شي واحد مجروح وكيتألم، فقالت لباها التخصص ديال الطب ما غاديش نديرو. الوالدين ديال جينيفر وفيليكس واخا كما قلت لكم كانوا خدامين غير في مصنع ديال الطوموبيلات، ولكن كانوا كيعرفوا كيفاش يديروا يوفروا الفلوس ويصرفوا. مع المده قدروا يجمعوا بزاف ديال الفلوس اللي بهم في 2004 شراو دار زوينه في حي زوين وشرا حتى الطوموبيلات. كل واحد فيهم كانت عنده طوموبيل اللي هماوشان في داك الوقت. المهم باختصار هاد الاسره كانوا عايشين مزيان وكل شي غادي بخير، ولكن ضروري كيدخل في الخط شي واحد اللي كيرون كل شي. واحد الليله في 8 نوفمبر 2010 في داك الليله ولدهم الصغير فيليكس ما كانش في الدار، وانما كان كاري في واحد البلاصه بعيده في مدينه اخرى حدا الجامعه فين كان كيقرا. الدار كانت فيها غير جينيفر اختو وباه وامو. مع 11 ديال الليل صافي كلشي مالين الدار كيستعدوا باش ينعسوا، وما كانوش عارفين ان 3 ديال الشفاره دخلوا معاهم للدار وهما كاع ما عايقين. الاب والام كانوا متكين في الناموسيه ديالهم صافي باش ينعسوا، حتى وقف عليهم واحد من داك الشفاره كان في يديه سلاح وكان منيش عليهم. غير شافتو الام غوتت بالجهد، وبنتها جينيفر كانت في البيت الاخر يعني البيت ديالها، وكانت كتهضر في التليفون ديالها مع شي وحده من صحاباتها. غير سمعت الغوته ديال امها ناضت كتجري، قفزات من بلاصتها وخرجت من بيتها باش تشوف شنو كاين. ولكن غير خرجت من الباب ديال البيت ديالها لقات حتى هي واحد بالشفاره في يديه السلاح، وحتى هو كان منيش على وجهها. جينيفر غير شافتو جمدات في بلاصتها، ما قدرتش حتى تغوت اولا تهرب، واصلا واخا تهرب غادي يشدها. المهم مشى جيتها وربط ليها يديها، والشفاره الاخرين حتى هما ربطوا اليدين ديال الاب والام وهبطوهم بثلاثه بهم للقبو ديال الدار. جينيفر كانت كتبكي وكانت مخلوعه بزاف، وباها وامها كانوا كيسكتوها وكيقولوا ليها غير ما تبكيش حنا معاك، ما غادي توقع لك حتى
حتى شي حاجه، ولكن بينهم وبين راسهم كانوا عارفين ان حياتهم وحياه بنتهم حتى هي في خطر، حيت هاد الشفاره ما عرفتش شكون هما وما نعرف شنو يقدروا يديروا فيهم. من بعد واحد المده دوك الشفاره بثلاثه بهم هبطوا لعندهم للقابو وبداو كيهددوهم، قالوا لهم فين خبيتوا الفلوس قولوا اولا غادي نقتلوكم. الام كانت كتبكي وبدات كتزاوق فيهم، قالت لهم عندي هنا في الدار غير 1500 دولار، وراتهم حتى البلاصه فين يلقاوها، قالت لهم داكشي بوحدو اللي عندي. الشفاره ما عجبهمش الحال، بحال الا نوضوا هاد الروينه وهاد العجاجه كامله غير على 1500 دولار. قالوا لهم قولوا لينا فين كاينين الفلوس اولا ما غادي يعجبكم حال. الاب والام كانوا كيغوتوا كيبكيو وكيحلفوا لهم اما عندهم شي فلوس في الدار، والفلوس ديالهم كاملين كاينين في البنكه. وخلاص جينيفر حداهم غتموت بالخلعه وكانت كترعد. واحد شويه واحد من الشفاره جرد جينيفر من وسط باها وامها وطلعها من داك القابو، وباها وامها بداو كيرغبوا فيهم باش ما يأديوهاش وما يديروا ليها شي حاجه خايبه، ولكن الشفاره ما داوهاش فيهم وما جاوبوهم حتى بكلمه. طلعوا جينيفر وربطوا ليها يديها في الفوقي مع داك الخشب اللي كيكون حدا الدروج، ومن بعد عاوتاني واحد المده عاودوا هبطوا لتحت لعند والديها. اول حاجه شدوهم ودوروا ليهم وجههم الحيط، يعني عاطين ظهورهم للشفاره، ومن بعد داروا ليهم الميكات كحل على ريوسهم. وفي ديك اللحظه عرفوا ان هاد الرجال شكون ما كانوا، ما جايينش باش يسرقوا وانما جايين باش يقتلوا. الام بدات كتبكي وكترغب فيهم وكتزاوقهم، ماشي باش يخليوها تعيش وانما باش يخليو بنتها جينيفر تعيش وما يأديوهاش. الشفاره ما قالوا حتى شي كلمه، وفجاه تسمع الصوت ديال 5 ديال الرصاصات طلقوا بالجهد في القابو ديال الدار. جينيفر اللي كانت مربوطه الفوق فاش سمعت الصوت ديال الرصاص جمدات في بلاصتها، وفي ديك اللحظه عرفات ان شي حاجه خايبه طرات لوالديها، وحتى داك الجهد اولا النفس باش تغوت وتعيط عليهم ما بقاش عندها، كانت غير مصدومه والدموع ديالها كيهبطوا. من بعد الصوت ديال الرصاص اللي تسمع في القابو الشفاره طلعوا من تما وبداو عاوتاني كيقلبوا في الدار، وفاش ما لقاو والو صافي خرجوا من تما وخلاو جينيفر عايشه. الغريب انهم ما قتلوها، كانت مازال مربوطه مع داك الخشب. غير خرجوا من الدار تفكرات التليفون ديالها اللي كانت حاطاه في الجيب اللوراني ديال السروال ديالها، بدات كتعافر باش توصل ليه وقدرات تجبدو، وديك الساعه غير من الجنب صونات على 911 ودارت مكبر الصوت. غير جاوبوها بدات كتغوت وكانت كتلهت وبزز باش قدرات تهضر. قالت لهم 3 ديال الرجال هجموا علينا في الدار وهبطوا والديا للقابو ديال الدار، وراني سمعت الصوت ديال الرصاص وانا راني مربوطه الفوق وما عارفه شنو وقع ليهم. هذيك اللي في مركز الطوارئ اللي جاوبتها بدات كتحاول تهدئها باش تقدر تاخذ من عندها العنوان باش تصيفط ليها البوليس. جينيفر كانت كترعد وكانت كتبكي بحرقه وكتحاول ما امكن تقول ليها العنوان صحيح، وهي مازال كتهضر معها وكتحاول تعطيها داك العنوان. في واحد اللحظه تسمع واحد الصوت في الخلفيه، داك الصوت كان ديال راجل، كان ديال الاب ديال جينيفر، كان كيغوت من القابو وكيقول هيلب يعني اعتقوني. جينيفر غوتات وقالت لي وهي كتبكي بابا غير صبر راني كنصوني على 911 وها هما واحد شويه غادي يوصلوا. وديك الساعه كملات الهضره مع داك السيده وقالت ليها بابا باقي حي، يمكن ما وقعت ليه حتى شي حاجه، عافاكم اجيو دغيا وجيبوا معكم سياره الاسعاف. ما داز حتى 10 دقائق وصلوا البوليس للدار، وغير حلوا الباب لقاو جينيفر الفوق مازال مربوطه وكانت حالتها بالبكا والخوف. وفي القابو ديال الدار لقاو الام ديالها اللي كانت ميته، تقاس ب3 ديال الرصاصات في الراس ديالها اللي قتلوها في البلاصه، وحداها كان راجلها مجبد وفاقد الوعي ولكن كان باقي حي، واخا حتى هو تصاب بالرصاص ولكن ما ماتش. من تما هزوه ومشاو كيطيروا به للسبيطار، وحتى جينيفر داوها للسبيطار باش يشوفوا واش تقاست اولا تادت في شي بلاصه وباش يعطيوها شويه ديال المسكنات حيت البنت كانت بحال الا غتحماق بالصدمه. وخلاص الام داوها للثلاجه ديال الموتى. ولدهم الصغير فاش ساق الخبر هادشي ما فهم والو، كيفاش والديه يلا هضروا معاه وكانوا بخير ودابا وقع هادشي كله. في البلاصه مشى للمدينه اللي عايشين فيها وشاف كلشي بعينيه، شاف ان امه ماتت وباه في حاله حرجه ويقدر في اي لحظه يموت، واختو كانت مصدومه ومحطمه بهادشي اللي وقع قدامها. دابا هنا المحققين بداو كيديروا خدمتهم وبداو كيقلبوا على شكون اللي حاقد على هاد العائله لهاد الدرجه باش يقتل الام ويحاول يقتل الاب ويخلي بنتهم في داك الحاله. ديما البوليس في هاد النوع ديال القضايا اول
الوحدين كيشكوا فيهم هما الناس القراب. وفي هذه الحاله البوليس شكوا في جينيفر وفي خوها فيليكس. من بعد ما تهدنات جينيفر المحققين مشاو عندها للسبيطار وقالوا ليها واش دابا راكي مستعده باش تعاودي لينا داكشي اللي وقع في هذه الليله؟ وقالت لهم مستعده. مشات معاهم للمركز وعاودت لهم كلشي بالتفصيل، واخا التصرفات ديالها كانوا في شكل، ولكن قالوا ان غالبا ما عندها حتى شي علاقه بهذه الجريمه. حاجه وحده اللي كانوا يشكوا فيها واللي هي كيفاش قدرت تصوني على 911 ويديها كانوا مربوطين مع الخشب. وتما شرحت لهم وقالت لهم يدي ما كانوش مربوطين من التحت وانما كانوا مربوطين من الفوق، وناضت ورات لهم كي دارت كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وصافي في الاخر ديال الاستجواب عاودوا عزوها في والديها وقالوا ليها تقدري تمشي دابا لدارك باش ترتاحي، وإلا احتاجينا شي حاجه غادي نعيطوا ليك. من بعد عاوتاني جابوا للاستجواب خوها واللي ما كانش في ديك الليله في الدار. المحققين سولوه فين كنتي في الليله اللي وقعت فيها الجريمه؟ قال لهم كنت في المدينه اللي كنسكن فيها كندور. قالوا ليه واش كان معك شي واحد اللي اكد لينا هاد الهضره؟ قال لهم لا كنت بوحدي. هنا البوليس بداو كيشكوا فيه، خصوصا وانه على طول الاستجواب كان كيبكي بواحد الطريقه بحال الا مبالغ فيها، ولكن الشك ما كينفع في والو، كيخص ادله ملموسه اللي غادي تثبت عليه التهمه الا كان هو اللي دارها. غير سال الاستجواب مع فيليكس صافي حتى هو خلاوه يمشي، وديك الساعه بداو كيستجوبوا اي واحد كيعرف هاد الاسره لا من القريب ولا من البعيد. ولكن في الاخر ما قدروا يلقاو حتى شي واحد اللي مشكوك فيه او لا التصرفات ديالو في شكل، وخلاص كلهم كانوا في شغالاتهم او لا في ديورهم وعندهم شهود اللي كياكدوا هاد الشيء. المحققين داروا حتى الاحتماليه ديال ان مول الفعله او لا مالين الفعله غادي يكونوا غير شفاره جاو باش يسرقوا داك الدار وقتلوا مالين الدار باش يديروا ما بغاو. دابا الوحيد اللي عارف الحقيقه وعارف شنو وقع هو الاب، ولكن كان داخل في غيبوبه بسبب داك الرصاص اللي تضرب به، وكان في حاله حرجه وفي اي لحظه يقدر يموت. الايام كيدوزوا ومازال القضيه ما تحلاتش، ومازال المحققين كيخدموا عليها باش يعرفوا شنو كاين. ولكن واحد النهار ومن بعد شهرين والاب في غيبوبه واخيرا فاق. المحققين غير ساقوا الخبر باللي فاق مشاو لعندو نيشان للسبيطار وفسولوه واش عاقل على شنو وقع ديك الليله. قال لهم عاقل على كل شيء وقادر نعاود لكم بالضبط شنو وقع. قبل ما نقول لكم شكون هو مول الفعله او لا شكون من مور هاد الجريمه غادي نرجعوا شويه اللور وغادي نهضر لكم او لا غادي نعاود لكم شويه على هاد الاسره اللي وقع عليها هاد الشيء. الناس ديال هاد الاسره كانوا كيبانوا بحال كاع الناس ديال الاسر الاخرين، كانوا سعداء وكانوا ناجحين في حياتهم، ولكن كان عندهم واحد المشكل اللي كبير بزاف. كما قلت لكم قبيله الاب والام ديال هاد الاسره كان عندهم هدف واحد في حياتهم واللي هو يقريو ولادهم ويوصلوهم لشي مرتبه زوينه ويكونوا احسن منهم. وحيت كان هذا هو الهدف الوحيد في حياتهم فالطريقه اللي اختاروا باش يربيو بها ولادهم كانت طريقه صارمه لدرجه كبيره. كانوا مقصحين معاهم وضاغطين عليهم وكيخص النقط ديالهم او الدرجات ديالهم ديما تكون طالعه، وخاص ديما يجيو هما الاولين في القسم. ما كانوش كاع كيتقبلوا الفكره ديال ان الدرجات ديال ولادهم تكون متوسطه او لا حتى حسنه، خاصها ضروري تكون ممتازه جدا. وعاد من الفوق كانوا هما اللي كيفرضوا على ولادهم التخصص اللي يتبعوه، ما كانوش كيعطيوهم الحريه ديال الاختيار، يعني يختاروا داك التخصص اللي هما عاجبهم. كما قلت لكم قبيله فيليكس كيقرا الهندسه ديال السيارات، راه ماشي دار داك الدومين حيت عاجبو او لا كيحلم يديرو، راه حيت با هو اللي فرضوا عليه يديروا بزز منه. وخلاص جينيفر كان باغيها تكون طبيبه، ولكن حيت هي ما كتقدرش على الدمايات وداك الشيء الاخر فصافي قال لها ما ديريش الطب وغادي ديري الصيدله. وماشي كانوا كيتحكموا فيهم غير من الناحيه ديال القرايه وصافي، وانما في كل شيء، حتى في الاصدقاء ديالهم. هما يعني والديهم هما اللي كانوا كيختاروا ليهم الاصدقاء اللي يمشيو معاهم. الا مثلا ما عجبهمش شي صديق او لا صديقه فكيمنعوا على ولادهم يتلاقاو مع داك الناس، وحتى الخروج ما يمكنش يخرجوا فوق ما بغاو، كلشي عندهم بالوقت. هادشي كله خلق ضغط كبير على ولادهم وخصوصا على بنتهم جينيفر.
هاد البنت واخا كانت متفوقه في التزلج على الجليد وكانت كتجي فيه من الاوائل وكانت متفوقه في العزف على البيانو وكتاخد عليه الجوائز، ولكن في القرايه كانت على قد الحال. هي في دماغها ما كانتش كتبغي القرايه وما كانتش باغيه تبع شي تخصص مرتبط بالقرايه، وانما كان كيعجبها الفن. كانت باغيه وكانت كتحلم تكون استاذه ديال البيانو. واخا هكاك في المدرسه كانت كتقاتل وكتعافر وكتحفظ في الدار بزاف باش تراضي وباش ترضي والديها، والدرجات ديالها كانوا من مستحسن لحسن، ولكن ماشي داكشي اللي باغيين والديها وخصوصا باها. هو كان باغي ممتاز، كان باغي الطوب. وبسبب هادشي جينيفر كانت كتعاني بزاف في حياتها، وديما كان خوها هو اللي حسن منها. وبقوه هذا الضغط اللي كانت كتعاني منه بدات كتقلب على شي طريقه باش تريح والديها وباش ترتاح حتى هي، وتم قررت انها تبقى تكذب عليهم. منين كانت عندها 16 عام اول حاجه بدات كدير هي التزوير. بدات كتزور النتائج ديالها بواحد الطريقه ذكيه، والديها ما عمر عاقوا بها. كان كيصحابت ليهم باللي بنتهم دارت العقل وولات كتقرا مزيان، وهو راه العكس تماما. منين بدات كتزور النتائج حتى داك النقاط والدرجات اللي كانت كتجيب من قبل ما بقاتش كتجيبهم، وتراجعت في قرايتها لواحد الدرجه كبيره. بقات بحال هكا كل مره كتزور نتيجه وكتديها لوالديها وهما كيفرحوا، حتى وصلت للباك. وهنا وحلات حيت الباك كيخصو الشهاده وخاص منين تجيبها باش توريها لهم. جينيفر وبالمساعده ديال شي صديق كتعرفو دبرات على شي واحد اللي زور ليها الشهاده ديال الباك، وفاش جابتها لوالديها ما شكوش فيها كاع، شدوا الشهاده وفرحوا بها وبداو كيباركوا ليها. دابا من بعد ما خدات الشهاده غادي خصها تدفع لشي جامعه باش تقرا الصيدله، التخصص اللي اختار ليها باها. وحتى هنا ما حارتش في الكذوب، قالت لهم لوالديها راني دفعت لواحد الجامعه مرموقه هنا في كندا ودابا كنتسناهم غير يردوا عليا. ومن بعد شي ايام زورات واحد الرساله ديال القبول، زعما صيفطتها ليها الجامعه للدار ديالها، وفي داك الرساله قالوا انهم قبلوا جينيفر باش تقرا عندهم. وعاوتاني والديها فرحوا وكيقولوا بنتنا واخيرا غادي تحقق لنا الاحلام ديالنا وغادي توصل فين بغيناها توصل. الجامعه اللي زعما تقبلت فيها كانت في مدينه اخرى ماشي في نفس المدينه اللي كتسكن فيها. فاش قربت القرايه مشاو كاملين بهم لداك المدينه وكراو ليها تما وشراو ليها اي حاجه غتحتاجها. بحاليله فعلا البنت غادي تقرا. كانت كتجلس تما السيمانه كلها، وفاش كيوصل السبت والحد كترجع عاوتاني للدار ديال والديها باش تجلس معاهم الويكاند، وعاوتاني كترجع للقرايه. فاش كانت كتمشي في الويكاند لعند والديها كتبدا تعاود ليهم على الناس ديال الجامعه، على الاصدقاء ديالها اللي تعرفت عليهم تما، على كيفاش دايره القرايه في الجامعه. المهم البنت كانت عايشه الدور. الوالدين ديال جينيفر كانوا مانعين عليها هي وخوها يديروا علاقه غراميه قبل من الزواج، ولكن جينيفر وبطبيعه الحال ومع هاد الكذوب كاملين اللي كاتبه في حياتها ما يمكنش تسمع لهادي. جينيفر كانت في علاقه سريه مع دري سميتو دانيال وانغ، كانت تعرفت عليه من الليسي ومن تما هما كيبغيو بعضياتهم. هاد دانيال كان مدمن على المخدرات، خرج من القرايه ما عنده ما يدير في الحياه. وفاش كانت كتمشي للمدينه الاخرى اللي زعما فيها الجامعه فين كتقرا، الحبيب ديالها دانيال كيمشي للدار ديالها وكيسكن معاها، داك الدار اللي باها وامها كارينها ليها باش تقرا. دازو اعوام وجينيفر عايشه بحال هكا في الكذوب. وفي الاول كانت واخده الاحتياط ديالها مزيان وكانت راده البال والديها ما يعيقوش بهذا الشيء كله اللي كدير، ولكن من بعد بحال الا بدات كتهاون وما بقاتش راده البال كما الاول، حيت كان كيصحابت ليها ان والديها صافي ما عمر ما غيعيقوا بها. بحال مثلا ما بقاتش كتهضر على الجامعه والاصدقاء ديالها والقرايه، ما بقاتش كتهز تحفظ كيف ما الاول الى اخره. وصافي بداو كيشكوا فيها. كانوا في الاول باغيين يواجهوها ويسولوها علاش تبدلات وما بقاتش كما كانت، ولكن في الاخر جا في بالهم حل اخر. قرروا انهم يتبعوها للمدينه اللي كتسكن فيها ويشوفوها شنو كدير وكي دايرين الاصدقاء اللي كتمشي معاهم. هما ما شكوش في ان بنتهم كتبع عليهم في كل شيء وانها ما كتقرا ما والو. صحاب ليهم غير صاحبه مثلا مع شي اصدقاء ديال السوق وهما اللي خرجوا عليها. صافي تسالت العطله ووصل الوقت باش جينيفر ترجع للمدينه اللي كتقرا فيها. والديها خلاوها حتى خرجت وتبعوها، ركبوا في الطوموبيل ديالهم وبقاو غاديين من موراها، وغير وصلوا للاقامه فين كتسكن دخلوا من موراها وشافوها دقات في الباب، والصديق ديالها هو اللي حل ليها الباب، وغير شافوه
تصدموا. ما واجهوهاش تما النيت، رجعوا دغيا للدار وصوناو عليها في التليفون وقالوا ليها دابا غادي ترجعي للدار، بغينا نهضروا معاك في شي حاجه اللي مهمه بزاف. قالت لهم ما يصلحليش انا قاريه. قالوا ليها ماشي شغلنا، غادي تجي دابا. فعلا مشات، وديك الساعه واجهوها وقالوا ليها شكون داك الدري اللي حل عليك الباب. بدات كتبكي وهما كيضغطوا عليها وكيغوتوا عليها حتى اعترفت لهم بكل شيء. اعترفت لهم بالعلاقه الغراميه مع داك الدري وباللي ما قرات ما والو، وكلشي النتائج والشواهد اللي وراتهم كانوا مزورين. المهم جمعات كلشي وقالتوا ليهم. في واحد اللحظه والديها بقاو مصدومين وساكتين، ما لقاو ما يقولوا. فهاد المده كامله كانوا عايشين غير في الكذوب. بنتهم اللي كان كيصحابت ليهم متفوقه وغادي توصل ما عرفت فين، صدقات غير كدابه وما دايره والو في حياتها. في داك الليله ما نعسوش بقوه الصدمه، بقاو غير كيفكروا في هاد الشيء كله. ولا غد لي في الصباح قرروا انهم يزيدوا يقصحوا معاها اكثر من الاول. خوها بطبيعه الحال فساق الخبار حتى هو تصدم، حيت كانت كذبه حتى عليه، ولكن ما غوت عليها ما والو. قال لها غير علاش كذبتي علينا وعلى راسك. المهم والديها حطوا قدامها جوج ديال الاختيارات، يا اما تفارق مع داك الدري وما تبقاش تشوفه في مره وترجع لقرايتها وتعاود من الزيرو وتقرا وتزير راسها توصل داكشي اللي قالوا ليها توصل ليه، يا اما يقطعوا علاقتهم معاها، ما يبقاو يصرفوا عليها حتى ريال وما يعاودوش يشوفوها. جينيفر اختارت والديها واختارت ترجع للقرايه وتفارق مع الحبيب ديالها، ماشي حيت هذه هي الطريق اللي باغا، هي راه ما كرهاتش من شحال هذه تبرى من والديها، ولكن كانت عارفه انها ما تقدرش تعيش بلا المصروف اللي كيصرفوا عليها. من داك النهار اللي اختارت والديها واختارت القرايه، حياتها تحولت لجحيم كبير. والديها ولاو مراقبينها 24 ساعه على 24، ما كتغيبش على عينيهم. التليفون ديالها ولا مراقب، كل مره كيقلبوه ليها ومره كيحيدوه ليها في مره. وحتى الا مشات في الطوموبيل شي بلاصه كانوا كيراقبوها بالجي بي اس وكيعرفوها فين مشات. المهم كانوا دايرين ليها الحصار. دازو الشهور وهي عايشه هكا، وفي الاخر صافي ما بقاتش قادره تصبر. على طول هاد المده اللي كانوا والديها دايرين ليها فيها الحصار، كانت كتواصل مع الحبيب ديالها بالميساجات وكانت كتمسح كل شيء. وفي الاخر فاش عيات من هاد العيشه قررت دير حل لراسها، وهاد الحل هو تقتل والديها. جينيفر تواصلت مع الحبيب ديالها وقالت لي واش كتعرف شي قتله مأجورين اللي يوافقوا يقتلوا والديا ونعطيهم 10,000 دولار. وحيت داك السيد كان مره كيتاجر في المخدرات، فكان كيعرف هاد النوع ديال الناس، وعطى النمره ديال واحد فيهم لجينيفر، وهي تواصلت معاه وقالت ليه تقتلوا لي والديا وتمثلوا على انها سارقه ونعطيكم الفلوس. وبطبيعه الحال وافق. وفي ديك الليله اللي غادي تطرا فيها الجريمه، كانت جينيفر هي اللي حلات ليهم الباب باش يدخلوا للدار. وصافي راكم عارفين شنو وقع من بعد. من مور داكشي اللي طرا، المحققين داو جينيفر للاستجواب. ديك الساعه ما كانوا شاكين في حتى شي واحد. المحقق قال ليها شوفي، حنا غادي نستجوبوك كشاهد على هاد الشيء اللي طرا، خاصك تعاودي لنا كلشي بالتفصيل باش حنا نقدروا نعرفوا شكون اللي دار هاد الشيء. الحاجه الغريبه اللي رد ليها البال المحقق ديك الساعه هي ان جينيفر كانت كتعاود بالتفصيل وبالتدقيق، ما نسات حتى شي حاجه وما تلفات حتى مره، بحال الا كانت حافظه داكشي اللي كتقول. وعاد شي مرات وهي كتعاود كتزلق ليها الابتسامه، وعاد كتفكر بلي ما خاصهاش تضحك وكتجمع راسها وكترجع حزينه. وخلاص شي مرات كتمثل بحال الا زعما تخلعات، بحال هاد اللقطه اللي كتشوفوا قدامكم. ولكن المحقق ديك الساعه ما دا ما جاب، قال يمكن البنت كدير هكا بقوه الصدمه. المهم جينيفر كانت عاودات للبوليس كاع داكشي اللي طرا في داك الليله، وقالت لهم بلي هبطوهم بثلاثه، هي وباها وامها القبو ديال الدار، وبداو كيهددوهم فينا هما الفلوس. ومن بعد ما عطاو ليهم داكشي اللي بغاو، عاوتاني طلعوا جينيفر الفوق ووالديها بقاو لتحت، وتما فين سمعت الصوت ديال الرصاص، وتما فين امها ماتت وباها نجا. هادشي اللي عاودت ليهم الاغلبيه ديالو كذوب، كاين فيه شي حوايج اللي صحاح ولكن الاغلبيه كذوب. وفاش فاق باها من الغيبوبه عاود للبوليس كل شيء، قال لهم باللي فاش هبطوهم الشفاره اللاكاف ما هبطاتش معاهم جينيفر، وانما بقات الفوق، هبطوا غير بجوج، يعني هو ومرته. واحد شويه عاد هبطت جينيفر ووقفت حدا القتاله وكانت كتهضر معاهم بواحد الطريقه زوينه، بحال الا اصدقاء ديالها، بحال الا كتعرفوهم من شحال هادي. وشويه عاوتاني طلعات وخلاتهم بوحدهم لتحت، وتما فين ضربوهم بالسلاح. وصافي عاوتاني طلعوا لعندها وربطوها باش تبان باللي زعما شي وحدين اللي هجموا عليهم
معاهم في الدار وهما اللي داروا هاد الشيء. البوليس فاش سمعوا هاد الشيء اللي عاود الاب قالوا ليه ما تقول والو، دير راسك فاقد الذاكره وحنا غادي نضغطوا على بنتك حتى تعترف. المحقق اللي كان مكلف بالاستجواب ديال جينيفر كان سميتو بيل غواتسو، كان معروف ان عنده طريقه خاصه في الاستجواب ديال المشتبه بهم حتى كيعترفوا، وهاد الطريقه هي في الاول كيبقى يضغط عليهم وكيقول لهم حنا عارفين انكم درتوا هاد الشيء، غير ما تكذبوش علينا وحنا عارفين كل شيء. Doesn't feel good to have secrets, does it? No. All you have to do is tell me that you were involved, right? You know it. We know it. It's plain as day. وفاش كيشوف المشتبه به بدا كيتلف اولا كيتوتر، عاوتاني كيبدل المعامله ديالو وكيولي يرطب معاه وكيقول لي حنا كنتفهموكم وحنا عارفين كانك عشتي مثلا حياه خايبه وعارفينك علاش درتي هاد الشيء. I know this has been hell for you. You have gone through hell for years. وعاوتاني غير كيشوف ان داك المشتبه به رطاب كيولي عاوتاني يضغط عليه من جديد وكيبدا يتهمه وكيقول ليه انت اللي درتيها، حتى الاخر صافي داك المشتبه به كيعيا والنفسيه ديالو كتعيا وصافي كيعترف. المهم عيط على جينيفر الاستجواب وطبق عليها هاد الطريقه. جينيفر في الاول بقات غير كتنكر، ما بغاتش تعترف، ولكن من بعد 9 ديال السوايع وهي تما في الاخر واخيرا ارتبط وقررت تعترف. المحقق بيل فرح حيت واخيرا القضيه غادي تحل، ولكن فاش جينيفر بدات كتعاود عرف انها كتعاود غير شي كذبه عاود تاني. قالت ليه انا اللي تواصلت مع داك القتاله، ولكن ماشي باش يقتلوا والديا وانما باش يقتلوني انا. قالت ليه انا من ديما عايشه في الضغط والمشاكل، ومؤخرا كندوز من مرحله صعيبه مع والديا وحاولت ننتحر شحال من مره ولكن ما قدرتش، وديك الساعه جاتني الفكره ديال انني نشوف شي واحد اللي نخلص وهو يقتلني. وديك الساعه تواصلت مع الصديق ديالي دانيال باش يشوف ليا شي واحد اولا شي وحدين اللي يقبلوا يديروا هاد المهمه. وقالت لهم فاش وصلت داك الليله اللي غادي يديروا فيها هاد العمليه بدلت الراي ديالي وما بقيتش باغا نموت. وفاش تواصلت معاهم باش نلغي العمليه وقلت لهم اني صافي بدلت الراي ديالي وباغيه نعيش، تعصبوا وما عجبهمش الحال وقالوا لي ضروري غادي تعطينا الفلوس. وقالت لهم انا ما بغيتش نعطيهم دوك الفلوس، وغالبا جاو للدار ديالي وقتلوا والديا باش ينتقموا مني. دابا بغيت غير نعرف واش هذه مكلخه او لا مالها. القتله اللي هي خلفت الوعد ديالها معاهم جاو عندها حتى للدار وقتلوا ليها والديها اللي ما داروا ليهم والو وخلاوها هي عايشه، هي اللي عندهم معاها مشكل. المحقق بطبيعه الحال ما دخلت ليش هذه القصه في راسو، ولكن على الاقل جينيفر اعترفت باللي هي اللي تواصلت مع القتاله وهي اللي ورتهم الدار، واعترفت حتى بان الحبيب ديالها دانيال هو اللي عرفها على هذه القتاله. وبطبيعه الحال البوليس مباشره مشاو جابوه للاستجواب وهو ما كانش بحالها وانما فضح واعترف بكل شيء. قال لهم من ديما كتقول لي باغا تقتل والديها وباللي كتكرههم بزاف، وقال لهم انا اللي عطيتها النمره ديال دوك القتاله. المهم قال كل شيء. المحققين جابوا التليفون ديالها وردوا كاع المحادثات اللي كانت مسحات ولقاو ادله كافيه اللي كتبت عليها التهمه، وخلاص ما داش بزاف وشدوا حتى دوك 3 ديال القتله المجلوقين. في المحاكمه ديال جينيفر حضر باها وحضر حتى خوها. فاش نوضوا خوها باش يهضر بدا كيبكي وقال لهم خسرت الوالده ديالي وخسرت اختي وكنت غادي نخسر با. قال لهم هاد الكذوب كاملين اللي كانت كتقول لينا اختي تيقتهم كاملين وما عمر ما كان كيسحبت لي باللي اختي الوحيده كتكذب. وفي الاخر قال انه ما كيكرهها ما كيبغيها وما عمر ما غادي يسامح ليها على هذا الشيء اللي دارت. وبا حتى هو شهد ضدها وقال كاع داكشي اللي طرا في داك الليله، وقال ان من بعد داك الليله حياته تبدلات، خسر مرته وبنته في نفس النهار. قال انه مرض باكتئاب وما بقاش قادر يخدم وعاد باقي مرض بصحته بسبب داك الرصاص. وفاش القاضي نطق الحكم على جينيفر شاف فيها باها وقال لها كنتمنى فاش تكوني تما يكون عندك الوقت الكافي باش تفكري في هذا الشيء اللي درتي. المهم المحكمه حكمت على جينيفر بالمؤبد وعندها حق طلب استئناف حتى تدوز 25 عام وهي تما. لحد الان مازال في الحبس وما غادي تقدر تطلب استئناف حتى 2039 فاش تكون عندها 49 عام. باها وخوها اتفقوا وعطاو وعد لبعضياتهم انهم يقطعوا علاقتهم مع جينيفر في مره وما عمر يمشيو يشوفوها. وبالنسبه للصديق ديالها دانيال ودوك 3 ديال القتاله
كاملين بيهم حكموا عليهم بالمؤبد. جينيفر ضيعت حياتها وحياة عائلتها كاملة، كون غير فكرت في شي حل اخر، كون غير هربات ومشات لشي بلاصة بعيدة وتعاود تبني حياتها من جديد، تعيش حياتها وتقرا داكشي اللي بغات، ومن بعد تزوج وحتى هي دير عائلة. اش وصلها كاع للقتل؟ ها هي دابا ما استفدات والو من غير انها ضيعت حياتها. قبل ما نسالي القصة ديال اليوم بغيت نقول شي حاجة. الوالدين اللي كيزيروا بزاف على وليداتهم من ناحية ديال القرايه رخفوا شويه على ريوسكم وعلى وليداتكم، راه داك قوه الزيار ما غاديش يخرج لكم رائد فضاء اولا مهندس ديال الابراج، راه يقدر يخرج لكم غير شي كذاب الله يحفظ اولا شي واحد ما عنده حتى شي هدف في حياته وما كيدير والو. الا جاب ولدكم اولا بنتكم شي نقطه متوسطه وما بيهاش، شجعوه وقولوا ليه حنا تايقين فيك وعارفينك انك المره الجايه غادي تجيب حسن. ماشي تقولوا ليه شحال جاب الاول، جاب 19 علاش ما جبتيش بحالو، واش هو عنده دماغ وانت عندك صباط. طولت عليكم شويه في الهضره. المهم كانت هذه القصه ديال اليوم، نتلاقاو غدا ان شاء الله في قصه جديده. تهلاو.